ممثلة جميلة من جميلات السينما المصرية، ممثلة ومنتجة اتولدت بمحافظة أسيوط. الفنانة سميرة أحمد. اسمها الحقيقي سميرة أحمد إبراهيم خضر. ليها 7 أخوات، ومن ضمنهم الفنانة الكوميدية خيرية أحمد. والدها كان شغال خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط، وسافرت وهي صغيرة للقاهرة مع أسرتها. والفنانة سميرة أحمد اتجوزت من المنتج اللبناني بطرس زريبات، وبعد انفصالها منه اتجوزت من الكاتب وجيه نجيب اللي أنجبت منه بنتها الوحيدة جليلة. وبعد كده اتجوزت من المنتج أديب جابر وانفصلت عنه، وبعد كده اتجوزت من المنتج صفوت غطاس. ومن المواقف الطريفة اللي بتحكيها الفنانة سميرة أحمد اللي تعرضت ليها بسبب حبها للغنى في الحمام، قالت: أنا من الناس اللي بيحلالهم الغنى في الحمام، وصوتي كويس إلى حد ما. وفي مرة انسجمت أكتر من اللازم، وكانت المناسبة أغنية جديدة لأم كلثوم، وكنت معجبة بيها، وقضيت النهار كله برددها في كل مكان، في البيت وفي المطبخ وفي غرفة النوم وأخيرا في الحمام. وانسجمت قوي وطال قعادي في المية السخنة، وفي النهاية قمت كنت برضو لسه بردد بعض مقاطع من الأغنية، وخرجت من الحمام وكنت ناسية إن الشبابيك مفتوحة، واستقبلت الهواء البارد وأخدت دور برد قعدني في السرير أيام كتيرة. وبرضه موقف تاني اتعرضت له بسبب حبي للغنى في الحمام. المرة دي انكسر مقبض باب الحمام من جوه، ونسيت ده علشان كنت مشغولة أوي بالغنى، وقفلت باب الحمام من جوه وما اكتشفتش كده غير بعد ما خلصت حمامي. وكمان اكتشفت حاجة تانية، إن مفيش حد في البيت غيري أنا. قلت لنفسي ازاي هخرج من الحمام، وطبعا الموضوع ما كانش سهل، وما كانش قدامي غير اني افتح شباك الحمام، وبدال ما اغني اصرخ واطلب من اي حد يسمعني انه يجيب حد نجار يفتح باب الشقة في الاول، وبعد كده يفتح باب الحمام علشان اقدر اطلع. لكن كل المواقف اللي حصلت لي دي ما نستنيش عادة الغنى في الحمام، وما زلت لحد النهاردة بنسجم بمجرد دخول الحمام وانسى نفسي واغني. ومن ضمن المواقف المضحكة اللي ذكرتها الفنانة سميرة أحمد إنها عملت مقلب في وحش الشاشة الفنان فريد شوقي لما كانت بتتعاون معاه في فيلم امرأة مطلقة، وقالت: عملت فيه مقلب، كتبت ورقة مكتوب فيها المدعو فريد شوقي مطلوب في اسم الهرم، والورقة دي علقتها له على باب استوديو نحاس. وده بسبب إني استغلت قصة هو حكاها لي بنفسه عن ست حبته في محطة مصر، وكأنها يعني هي اللي قدمت فيه محضر. لكن لما فريد شوقي عرف إن كل اللي بيتعمل فيه ده مجرد مقلب اتنرفز جدا. أما سميرة أحمد فقعدت تضحك على الموقف. أما بخصوص الإشاعة اللي كانت طالعة إن الفنانة سميرة أحمد كانت بتغير من الفنانة سعاد حسني، ردت سميرة أحمد وقالت: أنا بحب سعاد حسني جدا لأنها فنانة شاملة، وكانت جارتي، وأي فيلم لعبد الحليم كنت بروحه علشان أتفرج على سعاد حسني، فمستحيل أغير منها لأننا كنا أصحاب جدا. وقالت: لما ماتت أنا اللي استقبلت جثمانها، وكنت هتجنن وأعرف هي ماتت إزاي، وفضلت أسأل الضابط وتعبت جدا وقتها. أما عن علاقتها بالفنان فريد الأطرش، قالت إنه كان حريص جدا إنه ياخد رأيها في كل أعماله الفنية، وإن ليهم صورة مع بعض محتفظة بيها لحد النهاردة، وربطهم ببعض علاقة صداقة قوية.